انفينكس هي كمان دخلت علينا في الهجوم بتاع الشركات اللي حصل في الشهر ده بالنوت 7. انا والله خلاص جبت جهاز، خلاص ده يعني السابع موبايل تقريبا او سابع فيديو يتعمل في نفس الاسبوع، فنختمها بالنوت 7 من انفينكس ونريح بقى حبه حلوين في العشر الاواخر من رمضان وبعدها العيد بقى، وكل سنه وانتم طيبين. ايه مقدمه النوت 7 نازل لك في الفئه بتاعه الثلاثه باكو، جاي لك كده بكام حاجه تبهرك، وفي نفس الحاجات دي في حاجات منها تقفلك، يعني هتلاقي الميزه والعيب في نفس النقطه. هفهمك اتقل عليا بس كده، انزل اعمل لايك للفيديو وسبسكرايب لاول مره تشوفني، ويلا نبدا. اول حاجه بالشاشه، الحلو فيها جدا حجمها الكبير 7 بوصه، هي اي بي اس بس الوانها حلوه جدا، وده تقريبا اكبر حجم شاشه ممكن تاخدها في الفئه دي، اللي هو وانت ماسك الموبايل كده اخرك توصل يعني نص الشاشه، انت مضطر تزحلق ايدك مرتين علشان توصل للحته اللي فوق النوتيفيكيشن من فوق، وكمان جايب الخرم الصغير اللي فوق، فعلى الحجم اصلا الشاشه دوت مش هتحس بيه قوي. ولكن وهتسمع ولكن دي كتير في الفيديو ده، الكواليتي 720، وهنا بقى ممكن نعلق شويه على 720 لانها هنا ملحوظه. ركز معايا كده، في حاجه اسمها بي بي اي او بيكسل بير انش، كل انش في الشاشه فيه كام بكسلايه، كل طبعا ما العدد دوت يزيد هتحس ان الشاشه كده كريسب اكتر والحاجات اللي فيها ظاهره وناطقه. فهنا الجوده 720 مع الشاشه ال 7 بوصه يدينا حوالي 250 بي بي اي، كل انش هنا فيه 250 بكسلايه، وده للاسف رقم قليل. هيجي حد يقول لي طب ما انت معاك ايفون 11 يعني والشاشه اتش دي 720 برضو يعني وما اتكلمتش او ما اتضايقتش. هو بص، اول حاجه انا مش بقارن، يعني انا اصلا مش عاجباني الشاشه بتاعت الايفون 11، بس عشان حجم الشاشه اصغر في الايفون فعدد البكسلات اكتر، فمش مؤثره قوي زي هنا. في الايفون حوالي 350 بكسل في الانش، هنا 250. على النقيض بقى الموبايل اللي بستخدمه واللي مش قادر استغنى عنه واللي بسجل منه حاليا وبلاش نلعب فيه عشان الصوت ما يبصش، هو النوكيا 8. الموبايل ده بقى شاشته صغيره جدا والكواليتي فيه 2K، يعني اعلى كمان من الفول اتش دي مش من الاتش دي العادي، فتوزيعه البكسلات على الشاشه الصغيره ديت بيدينا 550 بيكسل في الانش الواحد. فانا صراحه بعشق شاشه الموبايل ده. بس في حاجه كده عايز افهمها لك، انا عارف انا طولت شويه في الحته دي بس معلش انا مش عايز حد يضحك عليك. بيقول لك بقى ان عين البني ادم ما تقدرش اصلا تشوف اكتر من 350 بيكسل برينج، امال مصدعنا ليه وعمال تعد لي و500 و200 وبتاع؟ الكلام ده على بعد 30 سم، على بعد وانت ماسك الموبايل كده مش هتعرف تفرق قوي او مش هتعرف تحس قوي ان البكسلات هنا قليله. بس لما يبقى اقل بقى من 30 سم، وهنا بقى يجيبنا سيناريو بتاع الفرجه على الافلام، لما تبقى مقرب كده الموبايل من عينك كده ونايم وعمال تتفرج، ساعتها بقى هتبدا فعلا تلاحظ ان الشاشه هنا مبكسله. وده الصراحه لو جيت سالتني بيتضارب مع فكره الشاشه الكبيره، يعني الشاشه الكبيره بتبقى معظمها للناس بتوع الافلام وحريفه الافلام والمسلسلات، فشاشه كبيره بس كواليتي قليله برضو مش قوي، لان برضو لو جيت فكرت فيها معظم الناس دلوقتي في الفئه ديت عموما مش هيتفرج على فول اتش دي او 2 كي كتير، يعني هو بيبقى معظم الحاجات او الكونتنت اللي هيتفرج عليه هيبقى بكواليتي قليل. اما في الالعاب بقى والسوشيال ميديا والتقليب عموما لا، مش حاسس ان الشاشه مضايقاني خالص، خصوصا بقى انت يعني طالما معاك شاشه كبيره فمساحه كبيره بقى العرض كونتنت اكتر وصور اكتر وفونت اعرض، فللناس اللي بتحب الشاشات الكبيره ومستعد انها تضحي شويه بالكواليتي فالنوت 7 شاشته كويسه. حاجه ثانيه بقى نخش عليها وفيها برضو فكره ان انا بحبها شويه وفي نفس الوقت بتقفل منها، وهي الخامات او الديزاين بشكل عام. الديزاين تحفه، عاجبني جدا 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 بالانعكاسات واللون الغريب واللي داخل في بعضه ده، بس في نفس الوقت برضو خامات بلاستيك. في الفئه دي فئه ال 3000 جنيه مش كتير قوي الصراحه بنلاقي ازاز، بس بدانا نشوفها نوعا. زائد الصراحه دي خدها مني ثقه بقى، مسكه الموبايل هنا والخامات البلاستيك اللي هنا انضف من معظم الخامات البلاستيك اللي موجوده في الفئه، وزائد اصلا انك اغلب الظن هتحطه او هتركب الكفر اللي بيجي معاه. نخش على ثالث حاجه بقى وهي البطاريه. 5000 حلو قوي، الشاشه اصلا 720 فمش هتسحب طاقه كتير، جميل. الاكس او اس او الواجهه بتاعت انفينكس بتوفر في الطاقه، هايل. شحن سريع ممتاز، بس مايكرو اس بي. بص انا كنت سالتكم قبل كده كان في مقارنه تقريبا وقلت لك هل تفضل ان يكون الموبايل بتايب سي بس شحن عادي ولا مايكرو اس بي وشحن سريع؟ ومعظمكم اختار، او انا برضو عن نفسي هختار ان يكون مايكرو اس بي وشحن سريع، لان الكومبو بتاع التايب سي والشحن السريع في الفئه ديت صعب تلاقيه شويه، مش موجود غير في موبايل واحد. فخد بالك الرقم بتاع 5000 ده على قد ما هو محترم جدا ويعيش معاك ويقضيك صدقني فوق ال 10 ساعات سكرين اون تايم استخدام شاق، بس بياخد وقت كبير جدا في الشحن. فالشحن 18 واط اللي جاي معاه بيشحن الموبايل ده في ساعتين الا، يعني في حوالي مثلا ساعه و52 دقيقه او 50 دقيقه كده بس. الموبايلات الثانيه اللي جربتها بطاريات 5000 كانت بتخش في الثلاث ساعات. بس هي الفكره ان هم لو كانوا كملوا جميلهم وحطوا تايب سي يعني مش مكلفه خالص يا جدعان، احنا في 2020 والله. جينا بقى للحظه اللي انتم مستنيينها، الاداء. طبعا انت لو متابع انفينكس فانت متوقع دلوقتي اقول لك ايه ب 22 يعني، واتفاجئت في الفيديو اللي فات بتاع الاس 5 برو لما قلت لك بي 35، بس برضه بنلعب في نفس فئه البي والحاجات المعالجات الضعيفه. بس اخيرا وبعد ما صوتنا اتنبح، انفينكس لاول مره بتحط معالج قوي
من فئه الجي وهو الجي 70. هو قوي مقارنه بالمعالجات اللي كانت بتتحط زمان، بس هل بقى في اختلاف في الاداء ملحوظ؟ بس الاختلاف اللي ملحوظ جدا وفارق وهو في الالعاب. معالجات فئه الجي عامه دي الجي ديت للجيمنج. طيب اول حاجه نجربها هي ببجي، والسيتنج دي انا اول مره اشوفها على موبايل من موبايلات انفينكس اتش دي وهاي. طبعا انا بفضل انك دايما تقللها كده وتفتح الفريم ريت الالترا، بس خلينا نجرب فاهم اقصى حاجه اتش دي وهاي. ولحد الان اللعبه شغاله كويس سموز، مش حاسس انها رخمه خالص. مفيش ده مثلا، لا في تهنيج يعني، هي مش اكتر حاجه سموز على اتش دي وهاي، فاحنا ممكن نقلل الجرافيك لايه بالانسد والترا. كده احسن بكتير قوي. لا مش وقتك خالص، مش وقتك خالص. فلا الصراحه انا عاجبني اداء ببجي، يعني ده احسن مره اجرب ببجي على موبايل من موبايلات انفينكس. فانا الصراحه عاجبني اداء الموبايل دوت في الالعاب. اوفرول ناحيه الاداء انا راضي جدا، وعاجبني التطور اللي حصل في انفينكس، وعلى امل كده بقى ان احنا نشوف معالجات سناب دراجون محترمه بقى فئه ال700، وتخيل بقى لو شفنا 800. نيجي بقى للصوت، هيبهرك جدا لانه ستيريو سبيكر، سماعات من فوق وسماعات من تحت، صوت عالي جدا. لو انت بتسمع حاجه يعني في حد بيتكلم فيها فلا الصوت هيبقى عالي، لو فيلم او ماتش او الكلام ده هتبقى مبسوط. بس لو مشغل حاجه بقى فيها فاهم شغل وفيها كواليتي في الموضوع، اغنيه كده او ميوزك جامده، لا هتحس بقى ان العلو ده مبوظ الدنيا خالص. فلو عايز تستمتع بكواليتي ونقاء صوت محترم هتضطر توطي الصوت شويه وتقفل الخاصيه اللي فوق اللي اسمها دي تي اس، دي بتعلي الصوت بشكل فظيع. دي يعني هتبقى حلوه لو انت مشغل بقى مهرجان شعبي فاهم، هتبقى حلوه. اما لو انت على هادي كده اهو هتضطر تقفلها وتوطي الصوت شويه. اخر حاجه بقى معانا وهي الكاميرا. عجبني الشكل المدور اللي فيه الاربع كاميرات ده، واتفاجئت طبعا وانبهرت ان هم 4، وقلت مش هتخدع زي ما حصل في الاس 5 برو ان هم كانوا 3 كاميرات بس ما فيش ولا واحده منهم وايد انجل. قلت طالما 4 يبقى اكيد بقى في واحده وايد انجل. للاسف برضو ما فيش وايد انجل، واحده اساسيه، ثانيه للعزل، الثالثه للماكرو مش عارف ليه، والرابعه بقى هي كاميرا او عدسه لتحسين اضاءه الفيديو. غريبه اول مره اشوفها، انا عمري ما كنت متوقع او مستني من الفئه ديت كواليتي فيديو محترم خالص. فتعالى كده نشوف الكاميرا عموما بتقول ايه. اول حاجه نبدا بيها وهي الفيديو. زي ما انتم شايفين كده في هزه فظيعه. هو اول حاجه الكواليتي فول اتش دي، ما فيهوش 4K طبعا، بس في اوبشن فوق كده لما بتفعله بتلاقي فيه ثبات رهيب. هو حاسس انه قلل الجوده شويه بس الفيديو بيطلع ثابت جدا وحلو جدا، الالوان مظبوطه، الدايناميك رينج يعني وبالليل للاسف العدسه الزياده ديت اللي بتساعد في الفيديو ديت هي بتعلي الاضاءه قوي بالليل، يعني بترفع الايزو جدا، فبتلاقي فيه كميه نغوشه وكميه نويز. فهي الصبح ممتازه بالليل لا. الصور الصبح من نوت 7 يعني كلمه واحده توصفها وهي مظبوطه. التفاصيل مش شارب اوفر، الالوان مش فاقعه قوي. المشكله الوحيده اللي قابلتني هي في الدايناميك رينج، وضع الاتش دي ار اللي فوق دوت ما تخلوش على الاوتو. لو على الاوتو هتطلع لك صوره كده اهوت، لازم تخليه اون عشان يظبط لك الصوره زي ما انت شايف كده. بس لما بيظبطها الصراحه زي في الصوره ديت بتطلع ممتازه. انا ما كنتش بشوف الدايناميك رينج ده من موبايلات انفينكس ابدا. كاميرا العزل برضو شغاله حلو. بالليل طبعا الوضع العادي الصوره عامله كده اهوت، بس في وضع بقى اسمه السوبر نايت بيطلع لك لا فعلا بيشقلب لك الصوره. ما تذكرش ان كان في نايت مود قبل كده برضو في موبايلات انفينكس او ما كانش شغال كويس، بس هنا شغال بامتياز. الحاجه الوحيده اللي مش عجباني في الموبايل ده وهي الكاميرا السيلفي. هي شارب والله كل حاجه، بس بتطلع لون الوش غريب كده كانك ميت كده او بيضاني قوي، فمش عجباني خالص الكاميرا السيلفي على عكس الكاميرات العاديه. فعلا في تحسن ملحوظ. بس يا سيدي هو دوت النوت 7 بالنسخه اللي بتنزل ال 6 128 جيجا. وفي على فكره نوت 7 لايت هو تقريبا ارخص موبايل ب 128 جيجا، نازل بحوالي 2500 جنيه، بس للاسف بقى طبعا دوت بالبي 22. المهم يعني دوت ب 3000 جنيه هيبقى افضل منه بشكل ملحوظ. انا شايف مكان وسط المنافسين كويس، الا انه محتاج ينزل شويه، لانك لو عرفت تزود الصراحه مبلغ شويه هتاخد موبايل افضل منه. انا عارف ان كل 100 جنيه في الفئه دي بتفرق، بس محتاج يقل مثلا 300 400 كده. بس عموما هي خطوه كويسه من انفينكس في تطور شويه. في حاجات قفلتني زي الشاشه، المايكرو اس بي، وعدم وجود كاميرا وايد انجل، بس الاداء اتحسن، الديزاين جامد، ستيريو سبيكر قوي، والكاميرا منافسه. فانت قول لي رايك، وهل يعتبر نقله الانفينكس؟ يعني من ناحيه الاداء هي نقله شويه، وكنت مستني ان هم ينزلوا بقى نوت 7 ستايلس، مش عارف بقى اللي هو يكون فيه قلم، فهنشوف. ومستني برضو الزيرو 7 لان خلاص الزيرو 6 مش نازل، فهنشوف. وتعالى نشوف او نقرا كومنتات من الفيديو اللي فات بتاع ايه ناسي والله، بتاع الريلمي 6 برو. فيديو رايق كالعاده حبيبي، بس ليه بطلت تجرب اداء الموبايلات في الالعاب؟ لا انا عمري ما بطلت. وممكن لو كان نفس المعالج، يعني مثلا الكيرن 710 خلاص جربته في كل الموبايلات، فلما يكون موبايل تاني بكيرن 710 خلاص انا بقول لك الاعدادات بتاعتها بتاعت ببجي مثلا كول اوف ديوتي وخلاص مش لازم اجربها يعني. طب الريلمي 6 فيه خاصيه عزل الفيديو؟
لا مفيش، موجوده في 6 برو بس. واللي عاجبني 6 برو ان هم فعلا مركزين على الكاميرا والفيتشرز اللي موجوده في الكاميرا وفي الفيديو كمان. ونسيت اقولها تقريبا ان ده من اكتر الموبايلات اللي رشحها لو انت عايز تبدا قناه مثلا، مش هقول لك قناه، بس عايز موبايل يكون بيصور فيديو حلو. هو انت تعمل لنا ريفيو سريع علشان توفر وقت لقناه الاكل؟ انا استفدت ايه من الريفيو السريع؟ شوف وقت الفيديو في قناه الاكل قد ايه، ملهاش علاقه خالص. طب ما انت في فيديوهات هنا معديه ال 20 دقيقه، الفيديو دوت على ما اعتقد هيبقى معدي ال 10 دقائق. وبعدين دي حاجه ودي حاجه ثانيه خالص. هو مش بصور على رخامه المطبخ فانا كده مركز في الاكل بس، لا يعني. هو حاليا ازاي اقدر اشتري ايفون اس اي 2 في مصر؟ ويا ريت تقول لنا كل الطرق الممكنه للشراء سواء من داخل او خارج مصر. هو في فيديو يا اما نزل يا اما لسه هينزل، يعني هو انا اوريدي عامل له ابلود على اليوتيوب، فلو نزل هحط لك اللينك بتاعه، ولو ما نزلش فانت استنى شغل كده النوتيفيكيشن او الاشعارات وان شاء الله هينزل قريب. هو فيديو عن خدمه اسمها ستاكري، دي بتبقى بص مش هحرق عليك هتعجبك. انت ممكن تعمل مقارنه ما بين الريلمي 6 برو والنوت 9 اس، لانه نفس المعالج بالظبط رغم فرق السعر 2000 جنيه. لا هو اللي يتقارن معاه هو الريلمي 6 العادي. المقارنه بتبقى على حسب الفئه السعريه. وعلى فكره اداء الريلمي 6 العادي هو يعتبر نفس اداء الريلمي 6 برو، فارجع شوف المقارنه احسن. يحود اتكلم عن الكي 30 برو وايه المسمى اللي ممكن ينزل بيه في مصر ولا ينزل ولا لا وكده. هو لسه النهارده نزل البوكو فون اف 2 برو، وهو بالظبط هو الكي 30 برو. وهل هنشوف مصر؟ دي صعبه، خصوصا مع نزول ال 110 اللي كان نفسي اعمل له مراجعه للاسف، بس شكلنا مش هنعرف. اتمنى جدا اشوف مصر بس مش عارف يعني، ممكن نحاول نجيبه ونعمل له ريفيو. وبس كده، ده كان النوت 7. والمكان غريب شويه كده وراجع البيت. ولايك بقى للفيديو دوت وسبسكرايب وسلام.